السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا مقرونه بالسفن. السفن نجموا نعملوا به برشا حاجات، مقرونه كسكسي نجموا نعملوه مفور، نجموا نعملوه في الفور. اتمنى تضغطوا على زر الجرس الصابوني وتعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا، وان شاء الله مشاهده طيبه للجميع. هذا سفن، اول حاجه نعملوها نفوحوا السفن. تاخذوا الكميه حسب الرغبه نتاعكم. بالنسبه لي الكميه هذه باش نعمل بها رطل مقرونه. خذيت مهراس، ثوم، شويه ملح، ما نكثروش الملح، سفن مالح، تابل وكرويه، مغرفه ملفه حتى هرسهم. باش نصب بسم الله، باش نصب شويه زيت، كركم، الملح مانيش باش نضيف، فلفل احمر او تنجموا تضيفوا هريسه عربي او فلفل مدشش، كيف فلفل اسود. نحركهم الكل مع بعضهم، تحلوه بشويه ماء. الزيت اضفت تقريبا مغرفه. توا الخليط هذا باش نفوقوا به السفن. للمكونات اللي ذكرتها تنجموا تضيفوا الرند. باش نستعمل ايديا. وبعد ما فوحنا السفن خلوه يرتاح على جنب. صب الزيت، المقرونه تحب الزيت، وفلفل احمر واخضر مخصوصين جويدين. نجموا تضيفوا فلفل مهروش، فلفل مدشش، الهريسه العربي. بسم الله. باش نضيف شويه ملح. ردوا بالنا السفن يسيب الملوحه متاعه. الخليط اللي هرسناه، 3 ملاعق طماطم، ملعقه كبيره فلفل احمر، كركم وكركم ورند. خليهم يغلوا شوي وبعد نمرقهم، ونحط على النار طنجره باش نسلق المقرونه. نمرقها، نخليها وقت قريب الطيب. نحط السفن 5 دقائق، بين 5 و7 دقائق يطيب، ما فيهش روح. هذه المقرونه خليت الماء يغلي وبعد صبيتها، حطيت شويه ملح وشويه زيت وشويه 7 دقائق ونطفي. لحيت كعبة السفن، جرينات الفلفل، شويه معدنوس، نحطها في صحن التقديم ونرجع مع بعضنا. توا هذه المقرونه بالسفن زينتها بشويه فلفل ومعدنوس، وما شاء الله صوره وحدها تحكي. ننصحكم جربوها ان شاء الله في فيديو قادم ووصفه جديده. وبالسلامه وفي امان الله.